أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة الأم، وأجمل مناداة هي يا أمي. كلمة صغيرة كبيرة، مملوءة بالأمل والحب والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة. أمي تخاف علي من الحياة، وأنا أخاف الحياة من دون أمي. صوت أمي في البيت هو أكبر نعمة تستحق أن أحمد الله عليها. الأم والقوة هي كل شيء في هذه الحياة. هي التعزية في الحزن والرجاء في اليأس. هي ينبوع الحنان والرأفة والشفقة والغفران. فالذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسه، ويدا تباركه، وعينا تحرسه. كل شيء في الطبيعة يرمز ويتكلم عن الأمومة. فالشمس هي أم هذه الأرض، ترضعها حرارتها وتحتضنها بنورها، ولا تغادرها عند المساء إلا بعد أن تنومها على نغمة أمواج البحر وترنيمة العصافير والسواقي. وهذه الأرض هي أم للأشجار والأزهار، تلدها وترضعها ثم تفطمها. والأشجار والأزهار تصير بدورها أمهات حنونات للأثمار الشهية والبذور الحية. الأم هي كل شيء في الكيان. هي الروح الكلية الأزلية الأبدية المملوءة بالجمال والمحبة.